احتراما لجمهور بورسعيد، جمهور النادي المصري. انا عارف كابتن حسام، طب ما تطلع توضح قول الكلام ده. بنفرش الملعب ما توضح قول الكلام ده، انت بتوضح تقول الكلام ده. اصبر بس اصبر. انا كنت بفرش الملعب بايدي وانتوا كنتوا قاعدين، وانتوا ولاد بورسعيد كنت انا بفرش الملعب واحط الطين بايدي ايام الحاج سيد. كنتوا انتوا موجودين فين؟ فما حدش يتكلم على نادي بيني وبين جماهير بورسعيد، لان الاستاذ كامل ابو علي كلمني في اول السنه عشان امسك نادي المصري. قلت له انا لو سبت نادي الزمالك الاولويه في حياتي كلها في نادي المصري، وكامل ابو علي موجود. لكن انا بالتالي نادي الزمالك بالنسبه لي نادي ليه قيمه كبيره جدا زي النادي المصري، ولكن بشتغل في نادي الزمالك احتراما لجمهور الزمالك اللي انا بعشقه جدا، وما بعديه جمهور النادي المصري اكتر مكانين ان انا اشتغل فيهم في مصر. فبالتالي ما حدش يخش بينا وحدش على لعيب. اولا انا ما اعرفش اي رقم في اي رقم لعيب عندكم، واخد بالك؟ لو انا عايز اجيب لعيب هاني سعيد عنده شرط جزائي، فبالتالي في ناس عايزه توقع علاقه اللي هي المحترمه اللي عمر جمهور بورسعيد. ليه يا كابتن هنوقع عليه يا كابتن حسام؟ عمر اتنين هنوقع عليه. طب انت اتكلمت عن نفسك اهو. هنوقع عليه دلوقتي اديك لا، ما انت اللي بتقول، انت بتقول احنا هنوقع بينك وبين جماهير النادي المصري. مش هقول لك انا كمل تليفونات اللي لما تيجي تستفسر عن حاجه المفروض تجيب صاحب الشقه، وانا صاحب. طب ما انت اهو، ما انت على الهوا اهو يا كابتن. لا مش انت على الهوا اهو يا كابتن بتقول. وضح انت حبيبي، مش عن طريقك انت. لا معلش احنا بنقدم، معلش يا كابتن حسام، احنا بنقدم برنامج وانت من حقك ترد، جبناك عشان ترد. خد الكلام، انت تتكلم براحتك يعني زي من هنا لبكره. ماشي اتفضل. اسمع الكلام اللي بقوله لك واتكلم زي ما انت عايز. دلوقتي علاقتي بين جمهور المصري انا وابراهيم لا يهزها اي بني ادم صغير نكره او غير نكره، واخد بالك؟ في نفس الوقت علاقتنا اللي اشتغلنا بيها مع الحاج سيد عمرها برضو ما حد هيحركها. ثالث حاجه، اولا انا شايف اقول لك ايه الجميل، انا اقول لك ما فيش بيني وبين النادي المصري جميل. الحاجه اللي عملها النادي الحاج سيد متولي قبل ما يموت الله يرحمه، ان هو طلب مني ان انا امسك نادي المصري، وانا كنت ممكن ضحيت بتاريخي واسمي ان انا ممكن النادي المصري في الوقت ده كان فاضل 6 ماتشات وينزل درجه ثانيه، وكان قبل الاخير وعنده 12 بونت. قبلت، انا اللي قبلت عشان خاطر الحاج سيد وجمهور بورسعيد، لكن مش نادي المصري هو اللي عملني عشان انا مسكت مدير فني هناك. لا، الحاج سيد موجود وابنه موجود والاستاذ ابراهيم مدير مكتبه موجود ونور الرمال موجود. اتصلوا بيا قالوا لي ارجوك نادي المصري اللي انت لعبت فيه اللي انا عشان خاطري نادي هينزل، عايزينك تمسك الفرقه ودي اول تجربه ليك وتبقى معانا احنا. وافقت عشان خاطر جمهور بورسعيد. يعني ما هيش جميله يا كابتن حسام؟ جميله يا حبيبي. يعني ما هيش جميله؟ جميله يا حبيبي، ده طلب مني ان نادي الفرقه بتقع بسببكم انتوا، بسبب اولاد النادي. بسبب اولاد النادي. مظبوط. مظبوط. ما انت اللي كنت ماسك قبليه. لا معلش بس عشان بس نوضح للناس. مساعد والفرقه نزلت. بالظبط كده. وانت ما جيتش على الشاشات وشكرت حسام غويبه، ما جيتش انت على الشاشات وقلت ان حسام غويبه ادى الواجب مطلوب عليه. اشكرك على ايه؟ اشكرك انا مالي. لا ده انت في القنوات الفضائيه قلت الكلام ده. انا ما بقولش من عندي الكلام ده، انا بقول الكلام ده على القنوات الفضائيه، انت قلت الكلام ده يا كابتن حسام. اشكرك على ايه؟ اشكرك ان انت الفرقه سبتها لي الفريق قبل الاخير. لا ده كان في مدرب برازيلي. انت سايب الفرقه قبل ما انا امسك 12 بونت قبل الاخير. لا انا مسكت الفرقه بس ماتش الاتصالات وكسبت 3-1. مش هنتكلم. كابتن حسام انت بس يا كابتن بتغلط انت. اعمل باي حد يسمع الكلام اللي انا بقوله لك وبعد كده اتكلم. لا وانا مش هقارن نفسي بيك. انا كنت مدربك خلي بالك في يوم من الايام. يا كابتن حسام يا كابتن حسام كنت مدرب مساعد. دلوقتي مدرب مساعد. يعني من شويه كنت ماسك انا. كابتن حسام الموضوع احنا مش هنكبره اكتر من النهايه ما تلعبوش بمشاعر جمهور. لا ما بنلعبش بجماهير، ما بنلعبش مشاعر. انا ابن من ابناء النادي المصري ومن حقه ان ادافع عن النادي المصري. جمهور الزمالك اقوى مما تتخيلوا، وبقول للجمهور بورسعيد خدوا بالكم من الناس اللي عايزه تنخرب في اي علاقه بين اي حد حب النادي ده واي جمهور زي جمهور الزمالك اللي بيحب جمهور بورسعيد. وبورسعيد معروفه على مدى التاريخ، جمهور بورسعيد بجمهور الزمالك في ترابط، ومحدش ولا مفيش حد هيجي صغير يجي يوقع بين جمهورين. انت الكبير يوقع بينه وبين جمهور. يا كابتن حسام انت الكابتن والنجم الكبير مفيش خلاف على الكلام ده. خلصت كلامي. ولكن احنا بنتقي ربنا. احنا بنتقي ربنا يا كابتن، بنتقي ربنا. ويا ريت يا طارق يا صاوي ربنا يوفقك. وبندافع عن النادي المصري وهنظل ندافع عن النادي المصري اللي هو بيتنا. النادي المصري ابعدوا انتوا الاثنين عن النادي. لا ما ينفعش تبعد ابن من ابنائه عن النادي المصري.